السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتها يا أحلى متتابعين قناة ولد الشعب. اليوم سوف أحكي لكم قصة لغدر. الأسد يريد أن يفترس، وثلاثة أحصان كانوا أصدقاء في الغابة. صلوا على رسول الله لا تنسوا لإعجاب والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. كان يعيش في الغابة 3 أحصنة أصدقاء، حصان أبيض وحصان أسود وحصان أحمر. وكان هناك أسد مفترس يعيش وحيدا. ذات يوم كان جائعا، فقرر أن يفترس الأحصنة 3. فقال الأسد مع نفسه: العودانة ب3 شغال، ولكن إلا جيت ناكلهم ب3 خطرة وحدة ويتحاموا عليا وما نصور حتى حاجة. غندير الحيلة ديالي، والحيلة أحسن من اللعب، لكن الحامية كتغلب السبع. ودابا نتوما يا شباب غنكون معاكم أنا الصديق ونونسكم وتونسوني، ولا جاو الصيادة أنا اللي غنحامي عليكم. أنا عندي الهيد، أش بان ليكم؟ هو ليك جاو الصيادة انت اللي غتحامي علينا. صافي خليك معانا. بعد مدة قصيرة من الجوع، قرر الأسد أن يأكل الحصان الأبيض. كان الحصان الأبيض بعيد عن صديقيهما الحصانان الأسود والأحمر. فذهب الأسد عند الحصانان الأسود والأحمر فقال لهما: ما عاودتش ليكم صاحبي، أنا عندي تجربة قديمة وكبيرة أسطورة في هاد الغابة. شارك صاحبكم العودان البيض، إذا دخلوا الصيادة بالليل ولقاوه معانا وراه معيق مشينا فيها كاملين. عندي واحد الخطة، خليني نتهنى منو نحيدو عليكم، نفترسو ونبقاو حنايا ب3 صحاب. اش بان ليكم؟ صاحبي ما كذبتيش، داك العودان البيض كيبان بالليل معيق في الغابة. صافي غير هنينا منو نبقاو حنايا ب3 صحاب. بعد مدة قصيرة من الجوع، قرر الأسد أن يأكل الحصان الأسود. كان الحصان الأسود بعيد عن صديقيه الحصان الأحمر. فذهب الأسد عند الحصان الأحمر فقال له: عندي واحد الملاحظة لاحظتها كبيرة صاحبي اليوم أنا في هاد الغابة. ما لاحظتيش صاحبي بأن داك صاحبك الحصان الكحل كيبان بالنهار معيق؟ أجو الصيادة غنمشيو فيها كاملين، أنا نهنيك منه ونبقاو أنا وياك صحاب. عندك الحق دمي. كيبان معيق. صافي عشيري غير هنيني منه ونبقى أنا وياك صحاب هاد الغابة. بعد مدة قصيرة من الجوع، قرر الأسد أن يأكل الحصان الأحمر. ودابا جاني الجوع صاحبي، بقيتي غير انت بوحدك غادي ناكلك. من بعد ما كلا الأسد الحصان الأبيض بالليل وكلا الحصان الأسود بالنهار، بقى لي الحصان القهوي قال لي غادي ناكلك. قال لي هذا هو الغدر. أتيني بكرتك من النهار الأول وأكلت يوم أكل الحصان الأبيض. وهنا كيقولوا الحيلة أحسن من العار والمحامية كتعرف السبع. وفي النهاية أكل الأسد الأحصنة 3. لا تنسوا تفعيل الجرس والإعجاب والاشتراك في قناة حمود ولد الشعب ليصلكم دائما الجديد.